اتصلتش بيا. تليفونك مش معايا اصلا. يا سلام، احسن تليفون وكده. لا مش بره ولا ايه؟ لا انا التليفون ضاع مني مثلا مرتين. امبارح الساعة 5 كده المغرب جينا بلاغ من جنوب سفاجة وجود حيوان عروس البحر على الشاطئ مركز أطفال. فتحركنا على الفور لمعاينة الحيوان وكده. كان طبعا الحيوان 3 متر تقريبا الطول بتاعه، ومن الأنواع المهددة بالخطر الانقراض، مدرج على اللوائح جميع اللوائح الاتفاقيات الدولية لحماية الحيوانات المجموعة ألف قائمة ألف. وطبعا أعداده قليلة جدا في البحر الأحمر، أنا هتكلم أعداده حوالي أقل من 50 حيوان على مستوى الساحل المصري كله البحر الأحمر. طبعا الحيوان من الحجم ده والأعداد القليلة دي يعتبر خسارة يعني بالنسبة لمصر. طبعا هو في تأثير بخرائط، ممكن بخرائط رفاص مركب، مراكب طبعا في المنطقة موجودة كتير هنا، فعليه أثر 4 خبطات منهم خبطة رفاص حوالي 14 سم دي عاملة جرح غائر ناحية البطن وكده، وده ممكن يبقى أحد الأسباب يعني. طبعا هنشرح الحيوان دلوقتي إن شاء الله، هنشوف إيه الأسباب اللي أدت للوفاة. وزنه حوالي من 600 ل 700 كيلو، وهو طبعا أنثى يعني من الحاجات اللي هو شكله ده طبعا بيقولوا عليه طبعا في الأساطير حيوان عروس البحر، لأنه طبعا من الثدييات اللي بيرضع وكده، وبيتغذى يعني على الحشائش البحرية. بعض الأماكن بيقولوا عليه بقر البحر. وطبعا حيوان خجول جدا، والحركة بتاعته بطيئة تحت المية، مش ضار نهائي للإنسان أو مؤذي للإنسان نهائي. بيولد طبعا كل فترة كبيرة، يعني كل 7 سنين بيولد جنين واحد.